نفرهرو أجمل وأعظم وأهم أثر في العالم على الإطلاق هو الكرسي اللي قدامنا ده. أنا مش بحب أقول أغلى، لأن آثار مصر لا تقدر بثمن. طيب ليه هو الأهم؟ لسببين رئيسيين. أولا، لأنه ملك الأشهر شخصية تاريخية في العالم، وبينتمي لأول حضارة عرفها الإنسان. ثانيا، ده كرسي العرش الملكي الوحيد اللي وصل لنا من كل الحضارات القديمة، مفيش غيره. الكرسي عبارة عن تحفة فنية بكل المقاييس. هو مصنوع من الخشب المغطى بصفائح ذهبية سمكها 3 ملي، مطعم بالفضة والأحجار النصف كريمة وعجينة الزجاج الملون. طيب الديكوريشن اللي على ظهر الكرسي نشوفها كده مع بعض. الملك توت عنخ آمون جالس على العرش، وأمامه زوجته الملكة عنخ إن آمون ماسكة إناء مليان كريم معطر بروائح اللوتس، وبتعمل مساج للملك على جسمه في لفتة رومانسية رقيقة. نلاحظ فستان الملكة قد إيه شيك وسكسي، رغم إن الفنان استخدم الفضة لتصوير الفستان، إلا إنه قدر يصور شفافية الفستان لأنه بيكشف عن الفخذين. عملها إزاي دي؟ دي حاجة مش سهلة أبدا. فوق الزوجين قرص الشمس آتون يرسل أشعته للأرض، كل شعاع بينتهي بإيد آدمية تمسك وتقدم مفتاح الحياة العنخ أمام أنف الملك وأمام أنف الملكة، بمعنى إن آتون يهبهم الحياة. الملك حاطط قدميه على دواسة مرسوم عليها أعداء مصر، وهنلاحظ إن الزوجين بيتقاسموا فردتي الحذاء في لفتة تؤكد ارتباطهم الأبدي. مسند الكرسي بقى اتعمل إزاي؟ الفنان صوره على شكل الكوبرا اللي بتمثل وادجت حامية مصر السفلى، وادجت مزودة بأجنحة أنثى طائر العقاب اللي بتمثل مين؟ نخبت حامية مصر العليا. ده طبيعي لأن ده عرش مصر الموحدة. شايفين بقى المعنى الرمزي؟ زي ما الملك وزوجته لن ينفصلا، كمان الأرضين مصر العليا والسفلى لن ينفصلا. أجنحة نخبت تحيط باسم الملك لحمايته. مش قادر أمنع نفسي من التساؤل، كم فنان اشتغل في صناعة هذا الكرسي المدهش؟ الديزاينر والنجار والرسام والنحات وصائغي الذهب والفضة وصانعي الأحجار النصف كريمة، لفيف من الفنانين، كونسولته من الحرفيين، مواهب بهرت الدنيا وهزمت الزمن. الكرسي ده عمل إبداعي ليس له مثيل، لا في الفكر ولا في الفن ولا في القيمة التاريخية. ارتفاعه 102 سنتي، طوله 54 سنتي، عرضه 60 سنتي. بيرجع للأسرة 18، يعني 1350 قبل الميلاد، ومحفوظ حاليا في المتحف المصري الكبير. أنا دورت على عروش أخرى في كل متاحف وقصور العالم، لقيت تاني أقدم عرش تاريخي بيرجع لملك بريطانيا إدوارد الأول، وفي عرش تاني بتاع ملك بريطانيا برضو إدوارد الثاني، وده اللي هيجلس عليه الآن الملك تشارلز ملك بريطانيا الحالي. وكرسي العرش ده من إمتى؟ ده 1300 بعد الميلاد، يعني بعد الملك توت ب 2700 سنة. قيمة أصل كل شيء.